في فيديو النهارده هنزور واحد من اجمل الاماكن في مصر. صباح الخير من البلو لاجون. كل حاجه هنا قاعده بجد يعني مع نفسها في امان الله كده. ده احلى وقت تشوفوا فيه البلو لاجون. هنعيش التجربه كامله لحد ما نوصل لهناك واوريكم شروق وصبح وبالليل وكل حاجه حرفيا في المكان. انا مش عارف اقلب اصلا الزيت مش بيخش جوه الفول. هو عندهم زيت ببلاش؟ طيب في حاجه خزوقيه حصلت. السمك الملون باين من هنا يعني. بص ما شاء الله والله المنظر من هنا بكره الصبح هيكون حرفيا خرافي يا جماعه. خليكم معانا في مغامره البلو لاجون. ادونا واحد لايك ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. رحلتنا ومغامرتنا النهارده طوال شويه الصراحه. النهارده رايحين يمكن احلى مكان في دهب كلها، او المكان اللي الناس كلها بتيجي هنا نسبيا علشان تروح، وهو البلو لاجون. طريق بقى من هنا اللي هو من الممشى السياحي بتاع دهب لحد بقى ما نوصل البلو لاجون. لا قصه وحوار، وان شاء الله نقضي اليوم هناك ونبات واوريكم الصبح وبالليل والفجر والدنيا هناك كلها بتبقى عامله ازاي، وازاي كمان تروحوا من الممشى لحد هناك. رحله طويله، خليكم معانا. بس خلينا نبدا يومنا الاول، نروح نفطر كده ونشوف السربرايز والحاجات اللي هناخدها معانا علشان الدنيا هناك ايه في المقطوع خالص. فبرضه هنستعد نكون عاملين حسابنا في كل حاجه، بس اهم حاجه نبدا يومنا فطار رايق في دهب. يلا بينا. قررنا نفطر في يم يم. غير مكانه في الممشى، كان فاتح قدام خالص بس واضح انه قدام في كونستراكشن، في حاجه بتتبني، في حاجات كتيره قوي اتشالت من المكان اللي هناك ده. فدخلنا على يم يم في مكانه الجديد في الممشى. هنقعد اهو نفطر فطارنا، نشوف هناكل ايه. المنيو ورينا المنيو. في ده بقى بيدوك ورقه زي دي كده في اي محل فول وطعميه، تقعد بقى انت ايه تكتب بقى اوردرك. 1 طبق فول زيت زيتون، 1 فول بيض، 1 طبق فول بيض ماشي، 1 انت هتاكل كيري؟ محشية كيري. 1 طبق. اقول لك في كام؟ قال لي طبق فيه 2 واحدة 1 طبق طعمية. طبعا مش عارف اكتب طعمية فلافل كيلو يا ابن اللذينة. ايوه صح، نمسح ده بقى. مش عارف اكتب طعمية. 1 طبق فلافل كيري. وانت بطاطس صح؟ ودي في البطاطس. نجيب 2 ولا 1؟ واحد 1 وعشان نجيب جبنة كمان. 1 طبق. خلينا نجرب. نجرب الحاجة. بطاطس عشان نشوف ده احلى ولا يوم دلوقتي. 1 طبق بطاطس صوابع. 1 طبق. انت عايز بتنجان؟ انت عايز بتنجان مقلي بقى. ماشي. 1 طبق بتنجان مقلي. 1 طبق جبنة بالطماطم. ماشي كده خلاص صح؟ ولا انت في حاجة تانية عايزها؟ حد عايز حاجة تانية؟ لا كفاية قوي كده يا بابا. ما احنا لسه هنتعشى في البيت. صح كده؟ تمام ماشي. الاوردر خلصنا. شوف بقى الطعم هيبقى عامل ازاي. احنا دلوقتي بنعمل مقارنة ما بين يم يم والمصريين. ربنا يستر. هنشوف مين هيكسب. انا بحب المصريين الصراحة، بس علي هو اللي جابنا هنا. يعني البرزنتيشن احلى، وبعدين طبق البطاطس ده فيه بطاطس اكتر الصراحة. بس الفول سايح برضه، يعني اللي هو مزودين زيت زيتون كتير والدنيا برضه. فخلينا نشوف. يعني انا بحب المصريين اكتر، علي بيحب يم يم. بس هنا مين هيكسب التحدي ما جربناش الاثنين بقالنا برضو سنه تاني، فبنشوف بقى المره دي كده اللي هو الدنيا هتبقى عامله ازاي. ادي الفول اهو يا عم. وزع الدود على الحدود. بسم الله. نقلب الفول. سايح خالص. انا مش عارف اقلب اصلا الزيت مش بيخش جوه الفول. هو عندهم زيت ببلاش؟ طيب وصلك في الزيتون تقريبا. انا معرفش فيه ايه، هو ازاي كده. بس هو عامة زيت الزيتون طعمه هنا احلى شويه الصراحه. يعني برضه خلينا صريحين، يعني على الرغم من حبي وولائي للمصريين، ولكن يعني هو طعم المره دي هنا ألذذ شويه. بس انا حاسس عشان فاضي، يعني حاسس عشان الدنيا فاضيه ورايقه،
فاللي هو برضه مدي للراجل فرصه ان هو يركز في شغله. برضه ميه. عايز معلقه؟ شوف بطاطس. بطاطس رايقه والله. طبق جبنه بالطماطم بالخيار. بسم الله. شوف كده الدنيا، بس مش حاطط زيت قوي. لا كويس، حلو. هو جاءت الطعميه المحشيه كيري. نجرب شق كده وريني. يلا نشوف ونشوف. لا انا هقطم على طول، احطها في سندوتش نعمل زي ما عملنا هناك ونسقيها كبار الشعب. الطعميه. ايه ولا لسه طالعه. ساتر. ولا لا استنى بقى. انا خدت قطمه ولسه ما وصلتش للكيري اصلا. بدايه مش مبشره. حاطط تفه جوه. شكله يعني تقريبا جاب المربع وقسمه على 2. يا ساتر يا رب، يا رب ما يبقاش عامل كده. انا مش لاقي كيري بجد. بص تفه صغيره جوه. انا فتحتها خالص كيري هي بس. الصراحه الطعميه المحشيه بتاعت مصريين تكسب، لان هنا مش حاطط كيري يعتبر، هو حاطط حته صغيره فعلا. التاني كان حاطط المربع كله. ده الفرق. خلص فطار ونروح نجيب السبلايز. بعد الفطار قهوه تركي من بروكلين في الممشى. عيبه الوحيد انه مش على البحر، بس القهوه التركي هنا تقريبا احلى من اي قهوه تركي تاني في الممشى تقريبا، يعني ده حسب التجربه بتاعتي. خلص ونجيب المعدات وننطلق بقى في الرحله الطويله. شربنا قهوتنا وخلصنا فطارنا وانطلقنا بقى على ايه؟ على غزاله ماركت، تقريبا من اقدم واشهر السوبر ماركتس اللي موجوده في دهب. هو موجود هنا يعني يعتبر في نص الممشى. نخش دلوقتي نجيب بقى ايه كل حاجه، لان مفيش حاجه تعتبر في البلو لاجون. في طبعا حاجات هناك وكده، ولكن سعرها بيبقى اوفر، غير ان سعرها بيبقى اوفر اصلا حتى مش بيكون موجود كل حاجه. فيستحسن ان انتوا بتبقوا واخدين معاكم سناكس، طبعا تاكلوا من هناك عادي جدا، بس يعني تبقوا عاملين حسابكم على شويه حاجات عشان لو الاكل ما عجبكوش، لو ما لقيتوش حاجه تعجبكم يبقى معاكم حاجه تسرفايفوا عليها الليله اللي انتوا هتباتوها. هنخش دلوقتي غزاله ماركت ونشوف كده الدنيا جوه وهنجيب ايه من غزاله. يلا ارمي. جبتوا ايه يا شباب؟ جبنا ايس تي. ماشي. انا لسه هجيب ايس تي برضه. هو ده اللي بالبيتش؟ حلو ماشي. ايوه النودلز. حطي النودلز، حطي النودلز. يلا 100 100. اوكي. اهم حاجه السبلايز قبل ما تروح البلوج، اهم حاجه والله. واحد ايس تي بيتش، واحد ايس تي ميكس بيريز. اتفضلي يا فندم. بالراحه شكرا. كده علبه المعدات في امان. نروح نحاسب بقى وننطلق. نسكافيه مقاطعه. ده ملكي. هاتوا حاجه غير المقاطعه. عمر بريك. افندي. بريك ده كان حلو. ده ممكن نجربه بقى. انت في واحد اهو، هاتي عليه كافيه احسن. ماشي 100 100. مش عاجبني لونه. مش عاجبك لونه؟ معلش مش جايبينه عشان لونه. كوبايتين تلج. اهم حاجه من عند غزاله كوبايه التلج والله العظيم. هو ايه؟ لا شوف يعني مليانه اكتر. كميه الحاجات تحس مهاجرين. اشترينا الاكل والحركات، ولكن في حاجه خزوقيه حصلت غير متوقعه. ان ايه؟ البلو هول بتقفل الساعه تقريبا 4:30، ففي ريسك ان احنا ما نعديش اصلا عشان نوصل للمركب اللي بيودينا ابو جالوم، اللي منه هنتحرك عشان نروح البلو لاجون. فربنا يستر يعني. بنتحرك دلوقتي وهنشوف ايه اللي هيحصل، بس شكلها كده ما فيهاش، الله اعلم. هنشوف. كله تمام الحمد لله. خش يا هند يلا. انا بكره هركب ثلاثه هنا برضه ما فيش مشكله. هركب جنبي. ربنا يخليك. زي ما تحب. عايز الصوره ورا يا نهار ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هتصوروا البطايق؟ يلا بينا. تفتكر هيعدونا؟
طب سيبها على الله، بس هنعمله محاولة ان شاء الله تعالى. يا رب. هو اصلا يبقى في مراكب دلوقتي ولا المراكب اللي رايحه دي خلاص كده؟ انا المركب شغالة شغالة عادي، صح؟ شغالة. ما كانش كده خدوها موتوريج. هو المهم نعدي وناخدها موتوريجي مش مشكله. تمت المهمة. تم تهريب بنجاح. هذا باللذة كل مجاز. وانت عندك حق على فكرة في النقطة دي. عجبني المثل. اه والله مثل فاز باللذة، صح؟ فاز باللذة كل مجاز. دي كل الناس اللي ماتت في البلو هول. او مش كلهم يعني، بس كتير منهم. العشر ايوه. ادي البلو هول كده. احنا وصلنا اخيرا البلو هول. ربنا يستر بقى ونعرف نلاقي مركب تودينا ابو جالوم، عشان لو ما لقيناش مركب تودينا ابو جالوم نضطر نهايك، فربنا يسهل. منظر البلو هول يا جماعه اشهر اماكن الغطس والسنوركلينج في العالم. المايه تحت شكلها مختلف خالص عن المنظر اللي احنا شايفينه هنا. شعاب مرجانيه واسماك بجد جميله جدا جدا جدا. ادي يا جماعه البلو هول، بس مش ده المكان خالص اللي احنا رايحينه. احنا منطلقين. ايه ده؟ ابو جالوم. عبد الله سند. منطلقين على ابو جالوم ان شاء الله. ربنا يسهل. لقينا مركب اهو رايح ابو جالوم. صفرت له. حظنا الحمد لله. ماشي جايين اهو. بسم الله. ايوه انا اسف، حقك علي. عامل ايه؟ حبيبي يلا بينا. حظنا اوعى تعطل. هوب اوعى تغرقنا. لا السمك الملون باين من هنا يعني. بص ما شاء الله والله ما شاء الله. لا السمك هنا حته ثانيه بس يعني الواحد لو نزل عمل سنوركلينج هنا هيتفرج على مناظر خطيره. ما شاء الله. وبعدين هتلاقيه طلع شويه اكتر كمان بعد ما الناس مشيت. دلوقتي الدنيا فاضيه. لا ما شاء الله كده. لا البلو هول خطيره. الواحد لازم يجي يعمل هنا سنوركلينج. انا كنت عملت زمان بس الواحد بقاله كتير ما عملش. هي العده هنا بيأجروها بكام؟ يعني لو عايز ماسك مثلا ولا حاجه بيأجروه بكام؟ الماسك ب 50. ماسك ب 50 هنا؟ حلو والله. مركبنا جاي الحمد لله. بس لا لازم نعمل فلوج عن البلو هول لوحدها والله، وننزل نسنوركل. عايز ماسك عادل انزل. عايز ماسك خطير يتنزل تحت تتفرج بقى على الالوان دي. لا مش طبيعيه فعلا. هي عايزه في الوقت ده على فكره، لو تستنى الناس تمشي وتنزل بقى. اما دول بيفهموا دول يعني. الناس دي بتفهم بجد اللي نازله سنوركل دلوقتي دي فعلا يعني. ادي مركب ايطاليا ايه. بسم الله. يلا يا شباب تعالي يا تيجي كده. تعال يلا. يلا دينا اتخرجنا الطريق الى ابو جالوم. بسم الله. لا المركب اللي فيه اسمه قوي الحمد لله يعني. طالعين بمركب برايفت. هو ده اللي احنا بنمشيه بقى. تريل الهايك. لا بس ما بنبداش من هنا، بنعدي الجبل الاول. لا بنطلع فوق نعدي الجبل وبعد كده بننزل هنا. ننزل هنا كده وبعد كده بتكملي هايك بقى لحد ما نوصل لابو جالوم. يا مسهل يا رب. الحمد لله وصلنا ابو جالوم. ادي محمية ابو جالوم. بسم الله. شكرا يا رجاله. السلام عليكم. رايح فين؟ ابو جالوم ولا بلو لاجون؟ بلو لاجون. 4 ولا حاجه. يا الله. اوبا. بسم الله.
خدنا العربية من ابو جالوم للبلو لاجون ان شاء الله. بسم الله. يا نهار ابيض البتاع مبلبله. الناس اللي راجعه من البلو لاجون يا مسهل. بسم الله. الله الله الله. كل ده عشان نوصل للبلو لاجون، وحتى لسه المنظر الحلو بتاعها هنشوفه بكره مش هنشوفه النهارده. كده الحمد لله بعد مشقة وتعب الطريق الحمد لله ما اتخزوقناش خالص، وصلنا للبلو لاجون. بس طبعا المنظر مختلف خالص دلوقتي، يعني الدنيا ان شاء الله الصبح المنظر هيبقى اجمد كتير. بس اللي لاحظته عامة الدنيا اتطورت شوية، يعني الكامبات بقى شكلها احلى كتير من قبل كده. كده احنا بنتمشى بقى ايه رايحين للسان. ده معظم الوقت تبقى الحاجات الاغلى، هنا الحاجات الارخص اللي هي في الاول خالص. انما بقى اللسان ايه يمين ميه شمال ميه فمختلفة. شوف السعر هناك كده. شكلنا راجعين. هل هنرجع؟ هنشوف. في كلب صغير جاي علينا. استخبوا وسعوا لها وسعوا لها وسعوا لها. اهلا اهلا اهلا. اوعى تعضنا يالا. اوعى تعضنا. سو الكلب الصغير ده واقف حراسه على الكامب. كيوت قوي. ما شاء الله. وصلنا اخر اللسان. ده اخر كامب في اللسان حرفيا. اوض بقى الجميله دي واخده الفيو بتاعها على اللاجون على طول. المنظر من هنا بكره الصبح هيكون حرفيا خرافي يا جماعه. بصوا دي بتبقى ايه بقى، شايفين الكامبات اللي موجوده في الاخر خالص هناك؟ خلينا اوريكم كده. دي كامبات بتبقى موجوده اول لما بتخشوا. طول ما انت ماشي مع اللسان، ادي اللسان اهو 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 لحد بقى ما توصل لهنا. من الارخص للاغلى. هنا 950 الفرد في الليله بالفطار والعشاء، تمام؟ فده السعر اللي موجود في المكان ده. بس الميزه هنا بقى ان انت ايه، بحر على شمالك وعلى يمينك برضه، يعني ايه المكان نفسه الصراحه خطير. جو حلو قوي 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 هنا فعلا، جو مميز فعلا. لا بس اللي انا ملاحظه بقى ان لسه ما زال في جيلي فيش موجود حتى في البلو لاجون. يعني انا ما توقعتش ان انا هلاقي جيلي فيش هنا. انا قلت ان الجيلي فيش هيبقى في ابو جالوم وممكن يبقى في البلو هول، وممكن يعني وطبعا كان موجود اصلا في دهب نفسها في الممشى، وكان موجود في اللاجونه. بس ما توقعتش ان انا الاقي جيلي فيش هنا الصراحه. بصوا بقى القعدات يا جماعه اللي على البحر، يا نهار ابيض على الجمال بجد. تحفه تحفه تحفه. يعني فكره ان انت قاعد بقى في المكان ده، لا يعني خطيره خطيره. قربنا على الرغم من ان احنا وصلنا يعني على المغرب. طبعا شايفين المغرب اهو، ان احنا ننزل نعوم. بصوا يا جماعه في طائر كيوت جدا واقف على البالونات بتاعت البحر. ادي واحد وادي التاني. ما شاء الله المنظر فعلا جميل جدا جدا جدا. دنيا في الهدوء الرهيب يعني بجد. دنيا هاديه خالص، مفيش حد غيرنا يعتبر في الكامب. بصوا يا جماعه الجمال. لا لا الحياه هنا خرافيه. بصوا الناس في الروقان بقى، اللي نازل يعوم اللي نازل يستمتع بالميه دلوقتي. بجد جمال سينا مش طبيعي. بصوا لون الميه، ادي لون الميه اهو. لبست جزمه البحر وانا استعد للعوم. ايه في جيلي فيش كتير ولا ايه؟ واحد بس؟ في جيلي فيش اهي. دي جيلي فيش ودي برضو جيلي فيش. يعني بصوا الحاجات البيربل الموف دي جيلي فيش كلها. يلا بينا انطلق انطلق يا مجنم. في واحد صاحي؟ انا شايفه في جيلي فيش صاحي. مش عارف شايفينه ولا لا. اهو نزلنا عمنا الحمد لله وما تقرصناش من الجيلي فيش. انجاز الحمد لله. ناس كتير قالت لنا الجيلي فيش اللي موجود هنا ما بيقرصش، فيعني الحمد لله احنا فعلا ما تقرصناش. وفي ناس مننا يعني لمسها وكده وما تقرصناش برضو الحمد لله.
ولكن يمكن ده رزق، فيعني ممكن حد يتقرص، فخلي بالكم كده. حاولوا بصوا حواليكم لو انتوا جيتوا في وقت في جيلي فيش او حاجه زي كده. بس بصوا يا جماعه اجواء خطيره هنا بجد، يعني كل حاجه فعلا جميله قوي. بعدين الكامب هنا اللي موجود في الاخر ده فاتحين، بصوا الانوار الجميله دي، انوار بالليل بقى تبقى عامله جو فعلا رهيب. طبعا يعني اللاجونه فظيعه، جو حلو بطريقه رهيبه، يعني جو حلو جدا فعلا. دلوقتي يعني نعتبر في شهر 7، يعني عز الصيف، عز الصيف، والدنيا هنا هوا جميله جدا، يعني غير دهب خالص. يعني على الرغم ان احنا اكيد لسه في دهب وكل الكلام ده، ولكن بلو لاجون هنا الجو فيها فعلا مختلف خالص، جو جميل. بصوا حتى يعني باين في المايه نفسها، يعني شايفين الامواج دي موج، فالامواج دي اللي هو هوا، فلا الهوا هنا فعلا مختلف خالص. وبعدين الهوا بيبقى احلى لما بتبقوا قاعدين في وسط اللسان، يعني لما بتبقوا قاعدين في اللسان نفسه في اخر اللسان خالص. يعني ممكن مثلا تلاقوا الكامبات اللي هي اللي في الاخر خالص هناك دي، شايفين دي الكامبات اللي احنا بننزل عندها في الاول، تمام؟ فممكن تلاقوا الكامبات دي الجو عندها مش حلو زي الجو مثلا اللي موجود في اخر اللسان خالص. يعني احنا جينا هنا احنا عارفين وسط البحر، على شمالنا بحر وعلى قدامنا بحر وعلى يميننا بحر، كاننا في شبه جزيره، يعني حرفيا كاننا في شبه جزيره. فلا الجو تحفه تحفه تحفه. طبعا انصحكم ان انتوا تيجوا هنا، انتوا لسه ما شفتوش حاجه يعتبر، لسه ما شفتوش لون البلو لاجون بكره، لسه ما شفتوش العشاء ولا الفطار ولا شفتوا اي حاجه حرفيا لسه. يعني عشنا المغامره مع بعض، عدينا ووصلنا البلو هول، وريتكم البلو هول، ورحنا ابو جالوم، وركبنا بقى من ابو جالوم على طول، ركبنا من ابو جالوم العربيات اللي جابتنا هنا. الحمد لله جينا على خير. في شويه كلاب صغيره كده، بصوا الكلب الصغير ده بجد شكله مسخره اهو، جاي علينا اهو. مش عايز يجي، مش حاببني الكلب ده، بس هو تقريبا بيشم الحاجه بتاعتنا اللي هناك دي، وبعد كده انطلق اهو رايح بقى يشوف حاله. طبعا انا هوريكم الاوض في الكامب هنا عامله ازاي برضو. يعني انا اول مره اقعد في البلو لاجون ويبقى في مرتبه، يعني على طول بنام على الارض، دي المره الوحيده اللي انا قاعد فيها على سرير ومرتبه، يعني على طول بتبقى اللي هو ايه نص بتاع كده مرميه على الارض وبنترمي عليها. بس يعني لسه في حاجات كتيره قوي مشفتهاش، خليكم معانا في الفيديو. اكل شكله ما شاء الله، والله تسلم ايديكم، الله يهنيك، ربنا يخليك. دي بطاطس صح؟ جامده. بطاطس. ادي ربع هنا صدر، ربع هنا ورك، وكله بقى رز وبطاطس وشويه سلطه. الوجبه اللي بناخدها هنا تحفه الصراحه. ده باقي منظر الكامب او المكان بتاع الاكل، حرفيا مفيش حد غيرنا دلوقتي، ودي ميزه خطيره. واللي هنا ده اللي انتوا شايفينه ده الحمام بتاع الكامب، منور النور ده. بعد كده عندنا بقى الكامب بتاعنا هناك. الدنيا هنا برضو تعتبر في الضلمة خالص، برضو يمكن يبقى بتهيألكم ان الدنيا هنا يعني ضلمة كحل، ولكن هي مش كده بالنسبة للناس اللي موجودة هنا على الأرض، يمكن كده بالنسبة للكاميرا. بس خليني اوريكم شوية صور. الصور دي هتبين لكم المنظر هنا نسبيا عاملة ازاي. بس وبغض النظر عن الصور دي، فده ادي الجزء بتاع البحر طبعا، يعني جنبنا هنا مش شايفين اي حاجة حرفيا، او انتم مش شايفين اي حاجة حرفيا، ولكن احنا هنا شايفين النجوم في كل حتة زي الصور اللي انتوا قاعدين بتتفرجوا عليها دي. الكامب عندنا هنا واضح برضه، قادرين نشوف كل حاجة. يعني بصوا كده، ده مثلا المكان اللي كنا بنتعشى فيه، انا جايبه اهو من عندي. وبعد كده عندنا هنا نور تاني بتاع كامب تاني حوالينا، وده نور الكامب بتاعنا اللي موجود في اخر اللسان حرفيا. فعلا من الحاجات اللي فعلا هتستمتعوا بيها وانتوا بتعملوها هنا، او يعني هي بالنسبه للناس ممكن تتعمل فعلا كل سنه مره مرتين ثلاثه، بالنسبه لناس تانية ممكن تتعمل مره واحده بس في العمر، علشان يعني برضو التجربه او الحياه هنا بدائيه جدا، الحمامات بدائيه جدا. يمكن الكامب اللي موجود في اخر اللسان ده يعتبر يعني مش بدائي زي كامبات تانية. يعني مثلا الكامب اللي هنا ده
الحمامات بتاعته فيها قعدة عادية، انما الحمامات التانية في كامبات تانية بتبقى ممكن تبقى حفرة في الارض، او في حاجات برضو فيها قعدات. بس يعني اللي انا قصدي عليه ان الحياة هنا فعلا بدائية، كهرباء بسيطة جدا، مية، حاجات بسيطة جدا. الناس جاية هنا تفصل عن العالم، تقعد في البحر، تسمع صوت البحر، تسمع صوت الجو، تعيش الدنيا، تتفرج على النجوم. فبجد تجربة مختلفة خالص، انصحكم طبعا ان انتوا تعملوها. وبرضو لسه لحد دلوقتي انا بقول لكم انتوا بجد ما شفتوش حاجة، بكرة كلام تاني خالص. صباح الخير من البلو لاجون. يعني فوتنا الشروق بتقريبا ربع ساعة أو 10 دقايق. الشمس طلعت شوية، بس يا جماعة منظر الشمس مش طبيعي وهي بتشرق على واحد من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر فعلا. وهتتأكدوا أن ده واحد من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر أول لما تشوفوا المنظر هنا، بداية من الساعة 11 أو 12 الظهر. ده لسه هنشوفه مع بعض بعد الفطار، ولكن إحساس الشروق هنا بجد مختلف. بص كده شوف الشمس، بصوا كده شوف الشمس وهي طالعة على البحر، بصوا منظر الجبال اللي ورا الشمس، بصوا كده التفاصيل، منظر الجبال اللي ورا الشمس نفسها شكل مختلف خالص. وبعد كده نيجي هنا نشوف جبال سينا الجميلة حاضنة الكامب بجد من ورا. يعني كل اللي هناك دي، خليني اوريكم، كل اللي هناك دي كامبات اللي كنت بقول لكم عليها. والجبال الجميلة اللي وراها دي منظرها خطير وقت الشروق. الجو خطير فعلا، الجو حلو قوي 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 دلوقتي. سبحان الله الجو مش حر خالص مع اننا في عز الصيف. اقول لكم حاجه، انا لما كنت ببقى قاعد هناك الناحيه التانية الجو فعلا كان بيبقى حر، مش عارف ليه، بس في ميزه كبيره قوي ان انت تبقى قاعد على لسان في وسط البحر زي اللسان اللي احنا عليه دلوقتي ده. الجزر حواليك من على اليمين، البحر حواليك من على اليمين ومن على الشمال ومن قدام. فالهوا تقريبا بيكون جايلك بطريقة، يعني في حاجة علمية في الموضوع اللي هو الهوا بيجيلك بطريقة معينة. فبجد يعني سواء احنا واقفين ناحية اليمين اللي هي هنا أو الناحية الشمال اللي هي ورا الكامب أو ورا المكان ده على البحر، أو من قدام هنا برضه على البحر، في هوا جميل جدا جدا جدا. ادي الكامب اهو، الناس كلها تعتبر نايمة دلوقتي، محدش صاحي خالص، حتى الناس اللي موجودة هما الناس اللي شغالين في المكان. ويعني الحيوانات والكلاب والقطط الجميلة اللي هنا، ادي كلب جميل قاعد هنا، وبعد كده عندنا الكلبين الجمال دول قاعدين برضو كده. كل حاجة هنا قاعدة بجد يعني مع نفسها في امان الله كده، ملهاش دعوة بأي حاجة. الشروق بجد هنا فعلا جميل، يستاهل ان الواحد يصحى علشانه يستمتع بالاجواء بتاعته. وبجد المميز دلوقتي ان مفيش حد غيرنا تقريبا في الكامب غير احنا وناس تانية قليلة جدا. احنا كلنا تقريبا حوالي 6 ل7 بني ادمين. فاحساس نادر ان انت تعيشه هنا، او مش نادر خلينا نقول، لان معظم الناس مش بتيجي في الاوقات دي. وانا طبعا انصحكم ان انتوا تيجي في الاوقات دي عشان يعني تعيشوا التجربة المميزة، بدل ما تيجوا الدنيا زحمة شوية هتحسوا ان المكان زحمة، بس مش اللي هو المكان مش بتاعنا اوي. احنا بجد من شوية عظيم شوفنا السمك قاعد بينط من المية، ويا منظره بجد كان وهمي، يعني مكنتش مصدق بجد. وشفته اول لما صحيت وكنتش لسه فتحت الكاميرا ولا كنت لسه صورت ولا اي حاجة، شفت المنظر الخيالي ده فعلا فعلا ما كنتش مصدق.
منظر فعلا كان خيالي. لون البحر نفسه طبعا ابتدى يظهر ولكن مش قوي لان الشمس لسه تعتبر يعني تحت جدا. لسه الشمس لما توصل للسما فوق هنشوف لون ومنظر تاني خالص مش هتصدقوا ان هو موجود هنا. يعني اللي ما جاش هنا فعلا فايته كتير قوي، بس مش هيفوتوا كتير قوي لانه لسه هيتفرج دلوقتي او كمان شوية على المنظر بتاع البلو لاجون الوهمي اللي هنشوفه مع بعض. صباح الخير اخيرا من البلو لاجون. دي الكامبات بقى اللي كنا قاعدين فيها الليلة دي اللي بتنام هنا. المنظر بتاعها اهو من بره، هي تعتبر متقفلة بطريقة كويسة كتير قوي عن الكامبات التانية. يعني بصوا الخشب داخل في الارض، في يعني طبقة خوص كده عليه وبتاع، يعني الدنيا متقفلة كويس. يعني في غير هنا في خشب اهو وبعد كده عليه الطبقة دي. فمعظم الكامبات التانية اصلا بتكون يعني خوص زي ده كده بس، او عيدان كده رفيعة قوي، يعني ما بتحميش من حاجة، يعني كأنك قاعد في الشارع حرفيا. خليني اوريكم الأوضة كده من جوه عاملة ازاي. دي الأوضة المتواضعة اللي قاعدين فيها. فكرة ان في سرير بمرتبة اصلا دي مش حاجة طبيعية خالص. على طول هنا بتبقى ربع مرتبة مرمية على الارض كده، وبتبقى يعني الحالة بشعة. عاملين هنا زي تسريحة واسمه ايه مراية في البلو لاجون دي برضو يعني حاجة مش طبيعية. وبعد كده شوية علاقات فوط حاجات زي كده. وهنا بقى الكلام الكبير بقى، هنا بقى ايه، بصوا تفتحوا الباب ده بقى تبقوا على اللاجونة او على البلو لاجون. منظر وهمي ما شاء الله ما شاء الله على الجمال والله العظيم. على الرغم من ان اللون دلوقتي يعتبر خطير، دوله ساعة واحدة بس يعني ايه، نفطر نيجي نبص هنا هتلاقوا لون خرافي. بس قلت اوريكم الروم قبل ما نروح نفطر منظرها عامل ازاي واجواءها عاملة ازاي. ممكن تفتحوا ده كده برضو وانتوا نايمين تتفرجوا على المنظر. في ناس بتحب تسيبه مفتوح، كل واحد بقى ايه وراحته. اللي هناك بقى ده ايه، ده مكان الفطار والغدا والعشاء وكل حاجة. يعني الدنيا الصبح برضه مختلفة خالص. الجزء الشمال ده الكامبات اللي موجودة او الهطات اللي موجودة على الشمال تبقى بصة على الفيو اللي هنا. وبعد كده عندك بقى الجزء اليمين باصص على اللاجون من الناحية التانية. ميزة كبيرة قوي ان انت تبقى موجود في اخر اللسان، تقدر تقعد يمين شمال براحتك اي حتة وما زلت باصص على الفيو بتاع اللاجون. غير بقى لو انت قاعد طبعا في الكامبات اللي في الاخر هناك دي مبقاش عندك غير فيو واحد، ولو انت قاعد صف تاني فانت مش شايف البحر دايركت. بصوا الفيو من الفطار خطير. يعني لو انتوا قاعدين هنا كده ادي ده الفيو، بصوا شايفين ايه اللاجون انتوا قاعدين بتفطروا. شوفوا بقى الفطار هيبقى ايه وننزل نعوم في واحد من اجمل الاماكن اللي موجودة في مصر. وادي الفطار بتاعنا في البلو لاجون. جايبين لنا ميز بطاطس، يعني اوبشنز كتير اوي الصراحة. بطاطس، جبنة بيضة، فول، خضرة اللي هو اسمه ايه ده، خيار وطماطم. وبعد كده عندنا بيض اومليت، والعيش ده اللي ممكن ناكل بيه الفول والبيض والجبنة واي حاجة بقى انتوا بتاكلوا بيها عيش. بغض النظر بقى يعني طعمه عامل ازاي، الاوبشنز دي ما شفتهاش يعني غير في الكامب ده. وبكده يبقى ده احلى وقت تشوفوا فيه البلو لاجون. بصوا يا جماعة منظر اللاجون عامل ازاي، منظر المية سبحان الله على الجمال. الهوا يعتبر هادي شوية، مفيش ناس بتعمل كايت سيرفينج، الرياضة المشهورة او الاشهر في المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده. لكن لون المية وهمي يعني. بصوا يا جماعة اللون، شايفين المنظر؟ لا منظر خطير بجد يعني.
لو انتوا هنا حرفيا بصوا يا جماعه مفيش حد غيرنا في اللاجون كلها، يعني مفيش حد نازل الميه غيرنا في اللاجون كلها، احنا واصحابنا. فلا يعني اجواء خطيره بجد، يعني مش طبيعيه. حقيقي مستمتعين جدا بالقعده هنا، فكره ان انت قاعد لوحدك كده مع الميه اللي لونها خطير كده والجبال حواليك. نسبيا برضو يعني الهواء للامانه الصبح كان حر جدا جدا جدا، ولكن دلوقتي يعتبر اتحسن كتير بعد ما نزلنا الميه وخدنا ايه التش بتاعه الميه. احلى 19 سنين دول، احلى كساعة. واحلى. مثل مشهور على فكره. دول جايين من ايطاليا دول. ابو جلوب قالوا له له مو ابو جلوب طريق ممهد جدا، تحس بالفايبريشن في جسمك كله. دي كانت البلو لاجون. لو عايزين بقى تتفرجوا على الفيديو عملنا ايه في شرم الشيخ دوسوا على الفيديو من هنا.